البارح شركة البيوت جوني وقالوا لي جارك مقدم عليك شكوى ونحن جينا تنشوف شنو المشكلة. المهم قلت لهم اني بحياتي ما حدا قال لي ولا حدا اشتكى مني من الصوت ولا اي شيء. حاب اعرف عنه هزلمه شيء مشان حاب اتعرف عليه مشان نحاول نحل هالمشكلة. قالوا لي زاد هم راح يجيبون رقمه ويعطوني اياه. بالفعل جابهم رقمه واعطوني اياه وحكيت مع جاري العزيز. بس قبل كل شيء كاتب بالايميل، هو بعث لهم بالايميل كاتب لهم قال اني قاعد اصيح عليه من بيتي صار لي 3 سنين. 3 سنين وهو يصيح علي واني ما قاعد اسمعه. يعني تخيلوا من بيته يصيح علي على اساس مشان يهدى الصوت. يعني هو بغير مكان واني بغير مكان. المهم اتصلت عليه وخذيت رقمه ورحت شفت ازلمه يبعد عني تقريبا يعني شارع شارع يعني مو المدخل الاول ولا الثاني، الثالث. وقال مزعوج مني. المهم هو عرفان ازلمه بس هو وحيد عمره 70 سنه بالمشرمحه يمكن مأجر كل شيء. المهم ازلمه يا طويل العمر تفاهمت معاه قلت له منين تعال تسمع الصوت وامتى واي وقت؟ قال تعال يسمع الصوت الساعه 7 الصبح للساعه 8 الصبح، يعني شغله ساعه. هو تعال ينزعج بالوقت هذا، عمره 70 سنه وما اعرف شريده اتفاهم معاه علي الحلال ولا شيئين. وبالنسبه لصاحب التعليق هذا أنا ما فهمت عليك شيء مشان أرد لك، عرفت علي شلون؟ لذلك خلى الشباب هي ترد لك. أنت ايش كاتب؟ أنت وجاري نفس الماركة، هذا أبو العمر 70. يعني أنا شلون شو معرفني جاري الثاني يصيح علي من 3 سنين؟ 3 سنين يا شباب، لا نهار ولا نهارين ولا 3 ولا 4، 3 سنين هو يصيح علي من قلب بيته. يعني شركة البيوت يقولوا لي هو يصيح عليك وهو بقلب بيته، يعني شلون يريد أسمعه؟ على وين يصيح؟ 4 سنين قربت اسافر يعني. قربت اسافر يعني منيح انه خبرني خيو. خبرني. 3 سنين والله يا شباب مشكلة، يعني مشكلة. لو انه صابر له 2 سنين النوبة اني سافرت 2 سنين، اني سافرت. والسلام عليكم.